أماكن بيع أي شيء ممكن تحتاجه في مصر. بمعنى الحاجات اللي ممكن تجيبها جملة والحاجات اللي ممكن تجيبها قطاعي وأرخص سعر وأجود خامات وخامات متفاوتة وجودة متفاوتة. ازاي تعرف أرخص أماكن بيع المنتجات في مصر وأماكن بيع أي حاجة؟ أهلا وسهلا بكم يا جماعة في قناتكم. دلوقتي احنا بنقول لو هتحتاج حاجة لازم تنزل المصدر بتاعها عشان تعرف تشتريها بسعر كويس. فنبتدي على بركة الله. مسامير وحدايد منطقة السبتية اللي هي في رمسيس. سيراميك وأدوات صحية الفجالة في رمسيس. المهاجرين عين شمس. ترسا الهرم. كعبيش في الهرم. انتيكات ولوح زيت شارع البورصة الجديدة في وسط البلد هي شارع رمسيس. مستلزمات أمن صناعي شارع عماد الدين في وسط البلد هي 6 أكتوبر ميدان ليلة القدر سنتر علي الدين. ده فين؟ ده في 6 أكتوبر جيزة مدينة 6 أكتوبر. طب أحجار حائط ورخام وأرضيات وديكور شارع الجمهورية البساتين. طب أدوات كهربية شارع عبد العزيز. قماش الخيامية باب الخلق وباب الشعرية. أقمشة وستاير وتنجيد الأزهر أو وكالة البلح والأساس الأزهر. ملابس وتجهيزات عرايس الغورية يا الموسكي. توابل الحسين. منتجات الأشغال اليدوية الحسين. لعب الأطفال في النزهة الجديدة إما في الموسكي وأساسهم الموسكي. مستلزمات واكسسوارات المطبخ في النزهة الجديدة أو حمام التلات وأساسهم حمام التلات في العتبة عند كوبري الأزهر وانت داخل على الغورية الناحية التانية. نجف أباجورات أنتيكات درب البرابرة النزهة الجديدة يا سوق الكهرباء اللي ورا المطافي عند شارع عبد العزيز في العتبة وراء البريد. اكسسوارات الشنط والأحزمة باب الشعرية يا درب البرابرة وباب الشعرية الأساس. مستلزمات السبوع درب البرابرة. الرز بقى والبقوليات والفول والكل الكلام ده بالشولة عند كوبري رود الفرج. محلات كده بيجيبوا فيها الشولة والحاجة. الموبيليا والخشب يا المناصرة يا طنان يا اما نجار وطبعا الأساس دمياط بس تجيب معاك نجار عشان تعرف الخامة وتعرف الأسعار كويس. الخضار والفاكهة والأسماك جملة وقطاعي سوق العبور. الملابس العتبة وكالة البلح يا المحلات بتاعت إليجانس ملابس سبور دي تصدير بتعمل ماركات عالمية. تصدير بره وفي رفض تصدير وفي درجة تانية وحاجتهم كويسة. والأساس العتبة. والملابس الجملة في حارة اليهود في الموسكي الجديد يا في العتبة والموسكي يا إما وكالة البلح. اكسسوار وقطع غيار السيارات التوفيقية الأساس يا شارع دمشق في مصر الجديدة يا إما الحرفيين والحرفيين أغلبها قطع غيار استيراد يعني كانت مستعملة استعمال خارج يعني كانت في عربيات ومتقطعة يا إما في منهم جديد برضه. النحاس والحلل ومعدات الطبخ في الجمالية يا في حارة اليهود عند إيه؟ عند حمام التلات. العطارة الموسكي يا الحسين والحسين الأساس. أكل طيور وحيوانات ومستلزماتها السيدة عايشة سوق الجمعة يا إما طول أيام الأسبوع في محلات عادية. مستلزمات الكمبيوتر والموبايل مول العصر مصر الجديدة يا السخاوي مصر الجديدة يا السراج مول مدينة نصر والأساس في مصر الجديدة. الورق وكروت المعايدة شارع الجيش الفجالة يا المنشية. الشنط والأحذية باب الشعرية وأساسها باب الشعرية برضو يا إما العتبة والأساس باب الشعرية. المنظفات وأدوات النظافة باب الشعرية ده أساسي. اكسسوارات الموبوليا والإعداد اليدوية الرويعي. اكسسوار الحمامات الرويعي. الخشب ضرب سعادة يا المناصرة يا الرويعي. يا طنان طبعا. قطع غيار الغسالات والتلاجات شارع الجمهورية شارع كوليت بيه حارة بعزق.
جنب مترو العتبة. مكونات الحلويات العتبة: شارع الجمهورية ضرب البرابر، يا شارع كوليت بيه وباب البحر، وأساسهم باب البحر. مستلزمات الكهرباء بتاعة المصانع: شارع عماد الدين، يا سوق الكهرباء اللي ورا إبراهيم باشا، اللي وانت داخل من البريد المصري، يا إما داخل من مطاف العتبة تخش لها من شارع عبد العزيز يمين. شنط السفر: الموسكي الأساس عند كوبري الأزهر، ودخلته من أول الموسكي حارات صغيرة وطويلة ومليانة شنط من اللي قلبك يحبها، وتخش ما تخش جوه، كل ما تخش جوه كل ما تلاقي أرخص ومتنوع وحاجات. يا شارع عبد الخالق ثروت يا أول شارع الأزهر، وأولنا أول شارع الأزهر الموسكي. الرخام: شقة تعبان، أخدام ولوح إعلانات شارع محمد علي، مستلزمات تعبئة وتغليف درب سعادة وباب الشعرية. ملابس بسعر متوسط سوق غزة شارع بورسعيد مكاوي. النظارات الطبية وأساس النظارات الطبية والشمسية والهايكوبي والكوبي والكل الحاجات: باب اللوق عند عمارة برج الأطباء شارع محمد محمود، 3 أدوار مليانين، دورين مليانين واكسسوارات من أول الشارع لآخره نظارات. ممكن تعمل نظارة في أقل من نص ساعة، بيبقى معاك الكشف، معاك عدساتك لو عادية أو مضغوطة، بس ما تكونش هتحتاج ريفليكشن تاني يوم، تقوم عامل كل حاجة. مستلزمات الرخام: سيدة عيشة، يا إما شقة تعبان يا إما البساتين، وأساسهم شقة تعبان والسيدة عيشة طبعا. الساعات: الهاي كوبي ممر الساعات قدام جرش العتبة. الدهب الأساس الصاغة أو التجمع بتاع الدهب في صلاح الدين بمصر الجديدة ميدان صلاح الدين، يا إما شارع عبد الرحمن في حلوان، يا إما في كل مكان في كل محافظة زي طنطا، اسكندرية المنشية. طنطا هتلاقي عند الدمغة، لأن عندهم دمغة في طنطا، عندهم ناس بتطبخ في دمغة تبع هيئات. الفضة خان الخليلي الأساس. الصاغة الأساس شارع فرنسا. الجلود: الحمزاوي سور مجرى العيون، وأساسه سور مجرى العيون. الحيوانات بقى: تشتري حيوانات نسانيس وكلاب وقطط وثعالب واللي بالك فيه. سيدة عيشة في سوق يوم الجمعة أو الحد، يا إما شارع جسر السويس. مش متأكد من شارع جسر السويس أوي، ممكن تلاقي جسر السويس بس تبحث شوية. مستلزمات الزراعة والشتلات لكل أنواع الفواكه والخضروات: مشتل وزارة الزراعة في الدقي، يا إما تحت الرابع بعد مديرية أمن القاهرة. الكتب: سور الأزبكية أساس الأساس. الإكسسوارات الحريمي: حارة اليهود أو النزهة الجديدة أو زنقة الستات في اسكندرية، والنزهة الجديدة في القاهرة، وحارة اليهود في الموسكي الجديد 7 قاعات البحرية بعد كوبري الأزهر تعدي الناحية التانية. الموسكي ده بيسموه الناحية التانية الموسكي الجديد. والأساس حارة اليهود. تصليح تليفونات: شارع العطار في وسط البلد، شارع عبد العزيز عند حمدي سامسونج، أو بتخش جوه عند أي حد بتثق فيه ولازم تبقى واقف وهو بيصلح لك الحاجة، يا إما أنت بتثق فيه ويظبط لك الدنيا. الكتان من مفارش ومنفرشات أخميم. أدوات كهربية سوق الكهرباء بالعتبة. الشنط: يا قلنا أساسنا عند باب الشعرية، يا إما الأساس في الأزهر وكوبري الأزهر ودخلة الموسكي بس جوه. مستلزمات طبية وعلمية: القصر العيني وشارع قضاعي في شبرا عند جامع الخزندار. وحدات إضاءة يدوية للديكور العربي اللي هي بقى الحاجات المفرغة نحاس وتحط جواها لمبة ويديك شكلها، ده الأزهر شارع الأزهر. الحسين عند الحسين والشوارع بتاعته. الخردوات: حارة اليهود. مكسرات: باب البحر. باب البحر بين عند رمسيس عند الناحية التانية، تلاقي بقى المكسرات ومستلزمات حلويات والشوكولاتات والطعم، واللي ما طعمش وعايز تطعم حاجة وعايز تحط لبن بودرة سكر مش عارف ايه عيش. نحاس ومشغولات: الجمالية الأزهر. طبعا المكسرات برضو عند العتبة والحسين، بس احنا أساسنا في باب البحر، بس الأجود والأنضف عند الحسين. نحاس ومشغولات: الجمالية الأزهر.
وشارع المعز لدين الله. أيوة شارع المعز لدين الله، نحاس والمشغولات. وكنا قايلين وحدات الإدارة العربية، شارع المعز، الأعشاب وجميع الزيوت، حراس شارع بورسعيد، يا إما خضر العطار شارع الأزهر، يا إما بتوع العطار اللي في عند الحسين، الرنجة، الدويقة والبراجيل الأساس، خراطيم الكهرباء، سوق الكهرباء تجيب علاء الدين يا تجيب مصطفى محمود. أي حاجة تانية هتنزل بسوس ممكن تجيب حاجات كواليتي مختلف. الخردوات وفصوص التزيين، لو احتاجت خراطيم كهرباء قول لي راسلني، انا اجيب لك، انا عارف مصانع، انا اي حاجه في الكهرباء تحت امرك، انا مهندس كهرباء اصلا. الخردوات وفصوص التزيين، حاره المزين، زجاج ومرايات الشراء وميدان الجامع، المستلزمات المكتبيه الفجاله، الرخام طبعا شقه تعبان. واتمنى اكون فدتكم. محتاج اي حاجه قول لي في الكومنتات وانا هقول لك فين وتجيبها منين وتوديها فين. تابعونا دايما لكل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.